علاش كيتزاد ثمن التبغ في المغرب؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف، هو رفع ثمن السجائر في المغرب وعلاش الحكومه كدير هاد الزيادات في ثمن التبغ كتجي من طرف الحكومه بهدفين رئيسيين، الاهداف الماليه والاهداف الصحيه. فمن الناحيه الماليه الحكومه كتسعى لزياده الايرادات ديالها، يعني في هذه الحاله من خلال الضرائب على السجائر، وبهذه الضريبه هي اللي كتغطي مصاريف الدوله، وكل ما زاد الثمن كل ما زادت الايرادات، وهكا كتقدر الحكومه دير مشاريع اكبر في البلاد. من ناحية تانية الهدف هو تحسين الصحة ديال المجتمع، حيث التدخين عنده تأثيرات صحية خطيرة على الناس بحال السرطان، أمراض القلب ومشاكل في الرئة. وبزيادة ثمن السجائر كتحاول الحكومة تشجع الناس باش يقللوا من التدخين، حيث كل ما غلا الثمن كل ما زادت الصعوبة على المدخنين باش يستمروا في التدخين، وهذا الشيء كيقلل من عدد الناس اللي كيخلصوا تكاليف صحية كبيرة من بعد ما كيمرضوا. نفس الشيء بالنسبة للمستشفيات، حيث المرضى اللي كيعانيوا من مشاكل صحية بسبب التدخين كيكلفوا الدولة أموال كبيرة، وكل ما قل عدد المدخنين كل ما كتنقص التكاليف الصحيه بشكل عام، وهذا الشيء كيساهم في الصحه العامه ديال المواطنين. اذا الهدف هو الحفاظ على صحتنا كاملين وتقليص الامراض اللي كيجيبها التدخين، وفي نفس الوقت تحسين الوضع المالي ديال البلاد وديال جيبنا حتى حنا، وفي الاخر راه كلشي رابح. ما تنساش تقولي